السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هوريكم إزاي نعمل بسكوت بمفرمة اللحمة من كنود. المكونات اللي معايا: نص كيلو دقيق، عدد 2 بيضة، بشر برتقان، معلقة بشر برتقان، معلقتين كبار نشا، 165 جرام زبدة. 165 جرام دول تقريبا هيعملوا كوباية زبدة. الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، مش سايحة ومش مجمدة، يعني تكون طالعة من التلاجة وبدرجة حرارة الغرفة، يعني لسه فيها رطوبة شوية، لسه ساقعة. و165 جرام سكر بودرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة نشادر، 40 جرام حليب دافئ. زي ما شفتوا معايا كده، ضربت الزبدة لحد ما لونها فتح شوية. بعد كده نزلنا بالسكر البودرة، هنضربه برضو مع الزبدة لحد ما نحس ان القوام بقى كريمي شوية. هننزل بالبيض، الفانيليا طبعا، معلقة صغيرة فانيليا او 2 ظرف فانيليا. هحط معلقة كبيرة بشر برتقان. بشر البرتقان يفضل ان هو يكون ناعم عن كده. انا الحقيقة ما كانش عندي المبشرة فما عرفتش، يعني المبشرة ما كانتش قدامي فما عرفتش انعمه اكتر من كده، فيفضل ان بشر البرتقان يكون ناعم عن كده. عشان نعمله طبعا بالبرتقان، المقدار ده هنعمله بالبرتقان. هنحط معلقة كبيرة من بودرة البرتقان. بودرة البرتقان اللي هو تانك برتقان، او لو هتجيبيها من عند العطار المفضل بالنسبة لك. ودول 40 جرام حليب دافي زي ما قلت لكم. هحط عليه معلقة صغيرة نشادر. لما ندوب النشادر في الحليب هتعمل فوم زي ما انتم شايفين كده. بنسيبها شوية، نرجع نكمل ضرب هنا. الحقيقة انا كنت حطيت معلقة كبيرة زي ما قلت لكم بودرة برتقان، او اللي هو تانج برتقان. حسيت اني يعني انا بحب نكهة البرتقان فيه قوية، فزودت نص معلقة تاني. حسيت ان النكهة مش قوية، زودت نص معلقة تاني. وبعد كده نزلت بالنشادر والحليب الدافي. وبعد كده نزلت بالدقيق زي ما انتم شايفين كده، وعليه معلقة البيكنج باودر ورشة الملح طبعا السنة. وهنعجنهم كده بالراحة. احنا مش هنعجن خالص اطلاقا، احنا بس هنمزج المكونات في بعض، يعني نخلي المكونات كلها تدخل في بعض زي ما انتم شايفين كده. وهو ده بيبقى قوام العجينة، طرية كده زي ما انتم شايفينها كده. كده انا خلاص خلصت المقدار اللي انا عايزه اعمله بالبرتقال. هعمل نص كيلو دقيق تاني بالشوكولاته. هي نفس المكونات، بس هنا هنشيل معلقه ونص بودرة البرتقال او تانج البرتقال، وهنشيل بشر البرتقال، وهنحط معلقتين كاكاو. هنشيل قصادهم معلقتين دقيق من النص كيلو، وزي ما قلت لكم معلقتين النشا برضو ومعلقة البيكنج باودر. هخلط المكونات الجافة كلها مع بعض وهنزل بيها على السوائل بنفس التكنيك اللي عملنا بيه اول نص كيلو. انا بحب، يعني في ناس بتفضل ان هي تعجن كل الكيلو مع بعضه، او تعمل المكونات كلها بتاعت الكيلو مع بعضه وبعد كده تبقى تقسم. يعني لو حتى لو النص، يعني لو انا مش هعمل بنكهة البرتقال، لو هعمله بالفانيليا
في ناس بتحب تعمل المقدار كله مرة واحدة وتقسم، وبعد كده تحط معلقتين الكاكاو على معلقتين حليب، تدوبهم فيهم وتنزل بيهم على العجينة. برضو دي طريقة كويسة، لكن انا بفضل ان انا اعمل ده لوحده وده لوحده، وخصوصا ان انا طبعا هعمل بالبرتقال بنكهة البرتقال، فمش هينفع كله يبقى مع بعض. خلاص خلصنا العجينة، سيبناها تستريح شوية في التلاجة. هندهن بقى الصاج اللي هنحط فيه زبدة والصواني. اهي مفرمة اللحمة من كنوت، بوريكم ده الوش اللي احنا بنستخدمه للكوبيبة. حطيته وجبت وش بسكوت حطيته اهو، اصغر مقاس لوش البسكوت، هيركب معاها ويبقى زي الفل. انت هتروحي عند الراجل بتاع المستلزمات الحلواني، تقولي له عايزه اصغر مقاس لوش البسكوت، مفرمه البسكوت، هيديكي اصغر مقاس، هتركبيه كده زي ما انت شايفه. وبعدين تركبي الوش في المفرمه، ونحط الطبق اللي من فوق اللي احنا هنحط فيه العجينه. ودي الاداه اللي بننزل بيها العجينه زي ما وريتكم بالظبط في الفرم اللحمه، نفس الحكايه، بس هنا ما بنحطش السكينه اللي بتفرم اللحمه، بنحط بدلها الوش اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بتاع الكوبيبه. انا بحب اعمل بالشكل دوت اللي انا وريته لكم. اهي العجينه بعد ما طلعتها من التلاجة كانت استريحت شويه. بتفرم بتعمل البسكوت بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده، يعني بجد مفيش 10 دقايق، هم 10 دقايق مش اكتر من 10 دقايق. لو انت عندك الصواني او الصاجات اللي هتكفي ان انت تحطي الكيلو كله مرة واحدة، هم 10 دقايق بالظبط وهتكون قطعت لك كيلو العجين كله. طبعا بتحكمي في الرسمة اللي انت عايزاها من السنون بتاعة الوش، تشوفي انت حابة انهي رسمة وتعمليها. انا بفضل الرسمة ديت فدايما بحب اعملها. وفي الاخر برضو هعمل لكم رسمة، هعمل لكم النجمة، ابني برضو بيحبها، بتبقى شكلها حلو ولذيذة. اهو رصينا الصاج كله، هناخده بقى ندخله الفرن على درجة حرارة 200. هنولع من تحت بس لمدة بالظبط، طبعا احنا هنبقى مسخنين الفرن من قبليها لمدة 15 دقيقة، ونبص عليه لقيناه اخد اللون الحلو من تحت، بنولع عليه الشواية ياخد وش لون خفيف كده من فوق، بيبقى زي ما انتم شايفين كده هش وجميل. ومعلقتين النشا بيخلوه يدوب في البق كده، مش بينشفوه خالص، هو كده كده بيبقى يعني هش ومقرمش في نفس الوقت، تحفة ما شاء الله. وصفة جميلة ومقادير مظبوطة جدا. اللي حابب يبدل الزبدة بسمنة برضو هو حر، ممكن، وهتطلع برضو طعمة وجميلة وما فيهاش اي مشكلة. اللي ما عندهوش زبدة وحابب يعمله بالسمنة تمام، هيبقى زي الفل. هنا اهو بالشوكولاتة. انا بحب اخلي كل يعني اخر صينية من اللي انا عاملاه، البسكوت اللي انا عاملاه الفاتح سواء فانيليا برتقان حسب ما انا عاملاه، اللون الفاتح بحب اخلي منه صينية، احط منها في كل صاج بالشوكولاتة واحدة او اتنين تلاتة، يخلوني اعرف كويس، يعني يوضح لي اكتر هو استوى ولا لا. هو الحقيقة انا ممكن ما احطش وبعرف استوى او ما استواش، ببقى عارفة، لكن برضو يفضل للي لسه جداد، العرايس الحلوين اللي لسه اول مرة مثلا هيعملوه، يعملوا كده، يحطوا بسكوتة او اتنين يكونوا فاتحين عشان يبينوا لهم ان البسكوت استوى ولا لا، لان اللي بالشوكولاتة ممكن يتحرق وانت مش واخدة بالك، مش هيبان ومش هتشوفيه ومش هتحسي ان هو اتحرق غير لما تشمي الريحة بقى. وهي ما شاء الله خلصت لي كمية اهو على طول، مخدتش وقت خالص زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا هنا هوريكم ان انا شايله صينيه فاتحه اهو، هشيل واحده بالشوكولاته احط بدلها واحده بالبرتقال بنكهه البرتقال.
عشان تبين لي ان البسكوت استوى. اهو خلصت الكمية كلها، مالك بيوريكم. الحقيقة انا بحب اعمله رقيق كده، اللي بيحب يعمله تخين ممكن يختار الوش التخين. في السنون او الامواس بتاعت الوش المفرمة، في منها رقيق بيطلع البسكوتة رقيقة، وفي منها بيطلع البسكوتة تخينة. اللي انتي بتفضليه اعمليه. انا عملت كده وعملت كده عشان اوريكي الاتنين، دي التخينة وهوريكي دلوقتي الرقيقة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. ودي ما شاء الله كل الكمية اللي طلعت من الكيلو البسكويت، نص كيلو بالشوكولاتة ونص كيلو بنكهة البرتقال. يا رب الوصفة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.